السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم ولا نقترح عليكم واحد الكيكه مشكلطه مزيان في المول العجيب. وجدي معايا راسك لهاد الوصفه اللي كتحمق بكريمه خفيفه وغناش اكثر من رائع. روعه البنات، سهله اكثر ما كتصوري، غير بجوج بيضات. تبعي معايا خطوه بخطوه وصدقيني غادي تولي معتمده عندك. وما تنسايش راه الفيديو مفصل وفيه كل شيء باش تكون عندك الكيكه ناجحه ومضمونه من اول تجربه. فالبنات ما تنساونيش بلايكات ديالكم، واللي ما مشتركاش تشترك وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد. نبداو على بركه الله في تحضير الكيك. بالنسبه هنايا البنات المكونات نتاع الكيك، عندنا جوج بيضات، نص كاس ديال السكر، عندنا الفانيليا السائله نستعمل تقريبا ملعقه صغيره. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. هنا قبل ما نبداو في تحضير الكيك راني شعلت الفران كيسخن ضروري، فدرجه الحراره كتبقى على كل سيده كيفاش كطيب الكيك ديالها. فانا كنخلط هاد المكونات مزيان، كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. واحد الحاجه البنات ما قلتلكمش، فالسكر يمكن لكم ديروا كاس الا ربع ديال السكر، غير انا نقصت السكر شويه ودرت نص كاس، وراه ما كتجيش حلوه بزاف وما كتجيش عاوتاني مسوسه، يعني نقولوا ما فيها ما يتنتكل، لا كتجي هي هذيك، لانه مازال غنديروا الكريمه، مازال غنديروا الغاناش، فما بغيناش الكيك يجي حلو بزاف. صافي البنات، هنا كما كتشوفوا بعد ما خلطت ديك الزيت هنا درت ليا ياغورت ديال الكراميل، ما درتش العلبه كامله، كانت عندي انا هاد الديسير درتو. فاذا كان عندكم اي نوع ديال اليوغورت استعملوه، فماشي ضروري ديروا اللي درت انايا. انا هذا اللي صراحه كان متوفر عندي في الدار درتو. نتوما اللي كان عندكم ديال الكراميل وايضا ممكن تستعملوا الياغورت الطبيعي او ديال الفاني على حسب نتوما شنو كتفضلوا. اللي كان متوفر عندكم ما كانش كديروا جوج كيسان ديال الحليب. فانا درت داك الياغورت، زدت الكاس ديال الحليب، خلطت مزيان. ومن بعد هنا بطبيعه الحال غادي ندير كاس ديال الدقيق. انا هنا غنديرهم في الغربال، ضروري نغربل الدقيق ديالي لانه كيكون تكتلات في الكاكاو. زدت عليهم جوج معالق كبار ديال الكاكاو، خماره وحده من وزن 15 غرام، ولا كانت عندكم الخماره الحمراء كديروا جوج خمارات بطبيعه الحال. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان، كنحاول انني ندخلهم في الخليط ديالي. وغادي نزيد نص كاس اخر ديال الدقيق، يعني انا اللي هزات ليا هاد الكيكه هزات ليا كاس ونص ديال الدقيق. فدائما الدقيق يقدر تزيدوا معلقه، يعني تنقصوا معلقه على حسب كما كيقولوا الدقيق والنوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، داكشي على حسب. صافي انا ما بغيتش الكيك نديرو ثقيل بزاف، بغيتو يجيني خفيف باش يجيني هشيش. فصافي البنات، هنا كما كتشوفوا غادي نزيد داك نص كاس، غادي ندخل في الخليط مزيان 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 كما كتشوفوا. صافي، والسر باش غتجيكم هاد الكيكه هشيشه يا سلام، كديروا واحد الملعقه كبيره من الخل. فالخل البنات كيعطي الكيك كيجيبو خطير صراحه، كيعطي له واحد الهشاشه واعره. هو والليم، صراحه الليم كيهشش لكم الكيك. صافي هنايا البنات، من بعد ما كتخلطوا هكا المكونات مزيان كتحصلوا على واحد الخليط. شوفوا البنات كيفاش كيجي، ماشي ثقيل ماشي خفيف بزاف. كنفرغوا في المول العجيب اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وكندخل الكيكه ديالي حتى كطيب وكطيب ليا مزيان يعني. ومن بعد كتجربوها بشي سكين اولا بشي عود وكتشوفوا واش كيخرج ناشف، راها طايبه. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نسقي الكيك ديالي. فهاد المرحله هذه البنات اللي ما كتبغيش الكيك يكون مسقي تبغيه ناشف، فما ديرش هاد المرحله هذه، ولكن انا غادي نسقي الكيك ديالي. فانا خلطت جوج انواع ديال الكاكاو، الكاكاو المر اللي كيكون كاكاو يعني خام، والكاكاو اللي بالحليب، اللي كاكاو اللي كيكون بالسكر والحليب، باش هكا اللي كنديرو في الحليب كنعطيوه للوليدات. فانا خلطت بيناتهم باش ما تجينيش الكيكه مره. فعلاش درت الكاكاو المر؟ لانه هو اللي فيه ديك المذاق ديال الشوكولا، كيكون مجهد. فداكشي درت دوبتهم ملعقه صغيره من كل حاجه، دوبتها في كاس ديال الحليب. صافي هنايا البنات الكيكه ديالي من بعد ما كطيب، فانا تقلقت عليها يعني قلبتها وهي سخونه، ولكن راه ما التصقاتش نهائيا في المول العجيب. فكما كتشوفوا من بعد ما كنقلبوا الكيك ديالنا، فغادي نسقيوها مزيان. في الاول كنسقيو هكا في الوسط، من بعد كنركزوا مزيان على الجوانب، لانه بغيناهم حتى هما يتسقاو لينا مزيان باش ما تجيش لينا الكيكه ناشفه من الجناب ورطبه في الوسط، فكتجي لينا كاع مسقيه. فانا كنركز هنا مزيان على الجناب، كنسقيها مزيان مزيان مزيان. فهنايا على حسب الرغبه ديالكم، فكما قلت لكم يمكن لكم ديروا هذه المرحله، كما ممكن انكم ما ديروهاش، ولكن انا بغيت الكيك يجيني بحال هكا شي طارت، كيجي مسقي وكيجي كيدوب في الفم. صافي البنات، هنا غادي نخليها جانبا كتبرد ليا الكيكه. من بعد غادي نحضر واحد الكريمه اللي غادي تجي واعره بزاف بزاف، كتجي حتى هي كتعطي مذاق اكثر ديال الشوكولا. فانا درت 300 مليلتر ديال الحليب، درت يعني هي جوج الكؤوس، درت معلقه كبيره اولا حتى درت جوج معالق عفوا ديال السكر،
ودرت هذا ملعقه ونصف ديال النشا وواحد فلان ديال الشوكولا. اما بالنسبه للسكر البنات كما كنقول لكم على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيبغي الحاجه تكون حلوه، كاين اللي كيبغيها مسوسه، فداك الشيء على حسب. يعني السكر ما تقيدوش، ديروا اللي يعجبكم يعني على حسب الذوق ديالكم. هنا الكريمه ديالي من بعد ما كنخلط كلشي بارد في بارد كنديرها فوق النار حتى كتعقد، صافي كنفرغها فوق من الكيك مباشره، وغادي نخلي الطبقه ديالي هنا كتبرد. فهنا ضروري تخليو الطبقه ديالكم كتبرد لكم مزيان، عاد ديروا فوقها الكاناش لانه الكاناش راه فيه الكريمه باش ما تذوبش معاكم. صافي البنات هنا كنخليو بهذه الطريقه هذه. فانا اول حاجه بديت فيها البنات باش نجيكم صراحه بديت بالكاناش هو الاول، ولكن لانه التصوير باش نعطيكم التفاصيل والمراحل يعني كتكون منظمه، داكشي علاش درت لكم الكاناش هو اخر حاجه، ولكن انا راه بديت به لانه هو اللي خصو يبرد ليا مزيان. هنايا درت 50 غرام د الشوكولاته، تقدروا ديروا 50 حتى 60 مليلتر ديال الكريمه السائله، ذوبتهم مزيان، عفوا مزيان حتى كرجع هكا بهذا الشكل هذا الشوكولاته مع الكريمه. و درت من بعد البنات غادي نزيد عليهم الكريمه اللي تبقات ليا، حتى هي يمكن لكم ديروا 50 حتى 60 مليلتر. هنايا كتحكموا في القوام ديال الكاناش، فاذا درتو 50 غرام ديال الشوكولا اللي هي 100 مليلتر معها ديال الكريمه كيجيكم الكاناش عاقد بزاف. فانا درت هنايا 120 مليلتر ديال الكريمه، درت 60 مليلتر في الاول وزدت 60 مليلتر دابا باش هكا يجيني الكاناش خفيف شويه ما يجينيش ثقيل. صافي هذا هو الكاناش ساهل مهله البنات. ودرت شوكولا نوعيه جيده باش هكا كيعطيكم المذاق ديال الشوكولا. صافي هنا كنغطيو ضروري الكريمه ديالنا ولا هذا الكاناش بواحد البلاستيك اللي كيجي يعني لاصق على الكريمه باش ما ديرش لينا القشره من الفوق. وانا راه زدت عاد مازال غطيته مزيان باش ما ياخذليش الريحه ديال الثلاجه. درتو كيبرد مزيان، هذا غير كتزيين البنات. اللي ما بغاتش ديرو راه ممكن انها ما ديروش، فتخليها غير هكا بالكريمه. غير شنو هو دير نص لتر ديال الحليب باش يتعمر ديك البلاصه كامله. فانا درت 300 مليلتر، خليت 1 سنتيم فين غادي ندير هاد الكاناش من الفوق، هاد الوريضات هادو. كما كتشوفوا راه كنهضر بزاف البنات سمحوا لي، ولكن كنبغي نوصل لكم كلشي بالتفصيل. صافي هنا من بعد ما كنطلع الكاناش كما شفتوا درتو في واحد البوش هكا. من بعد كنحاول انني ندير هكا وريضات بشكل عادي جدا، يعني ديروا الشكل اللي يعجبكم اللي كتفضلوا. فالكميه اللي عطيتكم فكتجيكم نيشان في هذا المول هذا اولا في ديك البلاصه اللي بقات كتعطيكم، يعني ما كيشدش لكم الكاناش نهائيا. صافي هنا بالنسبه للبنات للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا درت هكا واحد الفراشه ذهبيه من الفوق، درت هكا الكركاع، شي سنانف ديال الكركاع ولا انصاف الكركاع، درت شي حبات نتاع حب الملوك. المهم داكشي اللي كان متوفر عندكم. يمكن لكم ديروا ايضا خطوط ديال الشوكولاته من الفوق وكتجي النتيجه يا سلام البنات. كيكه كتجي واعره ديال تحميره الوجه ديال النهار الكبير، هماويه صراحه، كتجي اكثر من رائعه. الا جربتوها غتولي معتمده عندكم، وانا كنتمنى فعلا انكم تجربوا هاد الكيكه وتعجبكم بحال ما عجبتني، لانه انا عجبتني بزاف. ولا جربتوها بطبيعه الحال خليو لي رايكم في التعاليق، وبارطاجيو الفيديو مع اللي كيبغيو الحلويات. وما تنساوش الاعجاب والاشتراك، حيت دائما ان شاء الله كنحاول نقدم لكم وصفات جديده بزاف. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، وكنتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جديد قريبا. وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا باش دائما توصلوا بالجديد. شوفوا البنات النتيجه امامكم، راه كيكه كتذوب لكم في الفم. راه هذا اخر طرف البنات بقى ليا من الكيكه هو اللي صورته، لانه كانوا جايين عندي الضياف، داكشي علاش قدمتها للضيوف. وهاد الكيك هاد الطرف اللي كان باقي لي قلت والله حتى نشاركو معكم باش تشوفوا كيفاش جات هكا من الداخل. كنشكركم على المتابعه، كما ديما كنت معكم اختكم غزلان. نتلاقى بكم فيديو جديد، بسلام عليكم.